بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، أيها الأخوات، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم السعيد. كم نحن سعداء عندما أوقانا الله إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى إلى كل الناس وكل من نحبهم، كل من لهم في قلوبنا كل حب واحترام، وكل عام وأنتم بخير. جعل الله فجر هذا اليوم نورا، وظهره سرورا، وعصره استبشارا، ومغربه غفرانا، وجعل لكم دعوة لا ترد، وهبكم الله رزقا لا يعد، وفتح لكم الله بابا من أبواب الجنة لا يسد. كل عام وأنتم بألف خير. نترككم إخواني أخواتي مع مراسيم صلاة عيد الأضحى من هنا من كاتالونيا، من برشلونة، بمسجد الرحمة. نتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية، ويرزقكم بما تحبون وتشتهون. عيدكم مبارك سعيد. نبقاو مع صلاة العيد ونرجع لكم هنا. شكرا. استووا واعتدلوا. تراصوا، سووا الصفوف، جزاكم الله خيرا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا وكلما سبحت الأعين هنالك بالعبرات. الله أكبر عدد ما أحصى كتابه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله خير زاد ونعم المدخر ليوم المعاد. عباد الله، إن لكل أمة عيدا يعود عليهم في وقت معلوم، يتحقق فيه أمل ويتتابع به عمل، وتتقوى به عقيدة تلك الأمة، وتقوم فيه بعباداتها، ويتحقق به جانب عظيم من وحدتها، ويتمثل في هذا العيد رمز وجودها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عند قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قال منسكا أي عيدا. لكن عباد الله، لكن أمة الإسلام تختلف عن الأمم الأخرى، لأن أعيادها أعياد سماوية شرعها الله سبحانه وتعالى، وأعياد الأمم الأخرى إنما هي أعياد أرضية لا تنفع في هداية القلوب في شيء. معاشر الصالحين والصالحات، اشكروا الله جل وعلا أن بلغكم هذا اليوم العظيم الذي رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين، وجعله من أفضل أيام العام وأعظمها عند الله تبارك وتعالى. فيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون والمسلمات، إن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده، كما قال سبحانه وتعالى في أواخر سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس
كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أمرنا الله تعالى أن نكون في عبادته مخلصين ولنهج نبيه متبعين لنفوز برضاه وجنته، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عباد الله، ولا يرتفع شأن هذه الأمة أمة الإسلام، ولا تقوى شوكتها، ولا يدوم عزها، ويتحقق نصرها إلا إذا حققت هذين الشرطين: الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبقت في توجهها وابتعدت عن السبل الشيطانية التي تفرقها، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن أمة الإسلام وارثة خليلي الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. أيها المسلمون، إنكم في عيدكم هذا على إرث الحق ومأثرة صدق من الخليلين عليهما الصلاة والسلام. فقد من الله على المسلمين بعيد الفطر وعيد الأضحى. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، جاء عيد الإسلام برسالته الخالدة التي جاءت بالرحمة، التي جاءت بالرأفة، التي جاءت بالرحمة للناس جميعا. رسالة جاءت تطمس الوثنية وإزالة عقائد الجاهلية وتحقيق التوحيد الخالص الذي هو حق رب البرية. عباد الله، جاء الإسلام بالحث على صالح الأعمال والتحلي بجميل الخصال. أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ورغب في الصدق والعفاف، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المرأة واليتيم والفقير وغيرهما من الأعمال الصالحة، ونهى عن الظلم والجور والغش والكذب والخيانة، ونهى عن المسكرات والربا والزنا وقذف المحصنات. فاشكروا الله عباد الله على نعمة الإسلام، وانظروا في حالكم على الدوام، وحاسبوا أنفسكم، واتقوا الله ربكم، واهنأوا بعيدكم، والزموا الصلاح وأصلحوا. فالعيد يوم فرح وسرور، ويوم ابتهاج وعفو وإحسان. تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم، وضاعف لكم الأجر والثواب، وجعل عيدكم مباركا، وإياكم أيام سعادة وعناء وفضل وإحسان وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Buenos días a todos y a todas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A continuación, daré un pequeño sermón en español para aquellos que no habéis entendido la nota. Alabado sea Allah, quien creó las bondades y bienes, quien nos eligió y favoreció por nuestra fe. Él es el merecedor de los agradecimientos y veneraciones. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados. Atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, su familia,
sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el día del juicio final. Musulmanes siervos de Allah, agradeced a Allah el Altísimo, que os ha ayudado a llegar hasta el gran día mayor del Hajj. En este día el profeta, que la paz y bendiciones sean con él, pronunció un sermón de despedida por esta ocasión, en donde trazó las líneas básicas de nuestra religión. Habló también de lo sagrada que es la vida de las personas, sus bienes y su honor, y concluyó con la frase: Allahumma shahad faqad ballagh. Allah, eres testigo de que he hecho llegar el mensaje. Hadith consensuado. Dice Allah en Surat al-Dajjal, ayat 56: y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren. Dice Allah en Surat al-Tawbah, ayat 128: es verdad que os ha llegado un mensajero salido de vosotros mismos, y es penoso para el que sufráis algún mal. Está empeñado en vosotros, y con los creyentes es benévolo y compasivo. Dice Allah en Surat al-Bayyinah, ayat 5: a pesar de que no les había ordenado, sino que adorasen a Allah, rindiéndole sinceramente la adoración y que establecieran el salat y entregaran el zakat, siendo esta la práctica de adoración auténtica. Los verdaderos y sinceros creyentes son los mencionados en las tres anteriores ayats. Son los que obedecen a Allah y siguen la tradición de nuestro amado profeta, que la paz sea con él. Hermanos, hermanas, nuestra religión, el Islam, es un mensaje universal de paz, misericordia, bondad, solidaridad, hermandad, justicia e igualdad. El Islam es la religión que prohíbe las desviaciones, las injusticias y la maldad en todas sus formas. El Islam también son los buenos modales con las mujeres, es la adoración de Allah, es la oración, es el ayuno, es la limosna y la peregrinación. El Islam es el buen trato con los padres, la bondad con los mayores y con los niños. Musulmanes siervos de Allah, agradeced a Allah por sus bondades y por habernos agraciado con la fe, ya que no hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por él. Celebrad vuestra fiesta con alegría, perdón, hospitalidad y generosidad. Hermanos, hermanas, la fiesta de Eid al-Adha es una de las fiestas más importantes del Islam. Su celebración es unánime entre los musulmanes de todo el mundo. Dice el mensajero de Allah, la paz sea con él: uno de los mejores días para Allah es el día del sacrificio del cordero. Dice Allah en Surat al-Hajj, ayat 37: ni su sangre ni su carne ascienden a Allah. Lo que llega a Allah es vuestro temor de él. Así es como os lo ha puesto a vuestro servicio para que ensalcéis a Allah por haberos guiado. Dice Allah en Surat al-Hajj también, ayat 36: y hemos hecho para vosotros los camellos corpulentos como parte de los ritos de Allah. En ellos tenéis un bien. Dice Allah en Surat al-An'am, ayat 162: el sacrificio que pueda ofrecer mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los mundos. Finalmente, ya para concluir, dirijo a mis hermanas que sepáis que Allah os dedicó los dos pasajes del Sagrado Corán, surats y ayats que serán recitadas hasta el fin de los días. En ellas os llama Allah a seguir su recta senda y ser las seguidoras de su mensajero Muhammad, la paz sea con él. Mediante la bondad, la predicación con el ejemplo y ser las guiadoras de las generaciones del futuro, forjadoras de las bases de la familia, que es el núcleo de nuestra sociedad. Quiera Allah bendecirnos con el grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de nuestro profeta Muhammad, que la paz sea con él. Idukum Mubarak Said, wa kullu aam wa antum bikhair. الحمد لله على إنعامه والشكر على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيم لشانه. اللهم لك الحمد على خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، عيدكم هذا أيها المسلمون سماه الله يوم الحج الأكبر، وجاء في فضل هذا العيد ما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر وهو اليوم 11 الذي يلي يوم النحر، وأفضل ما يتقرب به العباد في هذا اليوم نحر أضاحيهم تقربا لله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين.
وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني حياة العبد ومماته، صلاته وذبحه، كلها لله تبارك وتعالى. عباد الله، عيدكم هذا ذو منافع عظيمة وفوائد كثيرة. منافعه في العبادة حيث يتقرب المسلمون بأحب الأعمال إلى الله، ومنافعه تكون في الاجتماع حيث يتواصل المسلمون ويتزاورون ويترابطون ويتسامحون ويتوادون فيكونون كالجسد الواحد، تتلاشى فيه الضغائن والحزازات والأحقاد، ويتعرضون في هذا العيد لنفحات الرحمن ويسألون الله من فضله في الدنيا والآخرة، فتغشاهم الرحمات وتحفهم الملائكة ويستجيب الله دعاءهم. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وإليك رسالة أيها الأخت الكريمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصك يوم العيد بالموعظة والذكر، أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيك سور وآيات تتلى إلى يوم القيامة، فاستمسكي بشرع الله وكوني من الصالحات وتذكري نعمة الله عليك، كوني قدوة لغيرك في الخير وداعية إلى الله، صوني بيتك وأطيعي زوجك واعتني بتربية أولادك، فالمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. المرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والزوج كذلك، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبلنا غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم من كان له مريض في هذا اليوم، اللهم رب الناس أذهب عنه البأس واشفيه، أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. أحد الإخوة أجرى عملية جراحية يسأل الدعاء. اللهم رب الناس أذهب عنه البأس واشفيه، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اشمل بالمغفرة آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم امطر عليهم شهر رحمتك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما قثروا من الدنس. اللهم من كان منهم في الحياة اللهم آنس بوجوده، اللهم استجب دعواته، اللهم ارزقنا رضاهم الجنة. اللهم اجعلنا متحابين فيك متباذلين فيك متوازاورين فيك. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وإلى الله يقرب. جزاكم الله عنا خيرا. وبهذا إخواني أخواتي
نكون قد نقلنا لكم مراسيم صلاة العيد الأضحى من برشلونة، متمنيين الله العلي القدير أن تكونوا في أتم صحة وعافية، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى إن شاء الله. كنتم مع قناة ما وراء الخبر من برشلونة. نترككم مع هذه المقتطفات وإلى لقاء آخر. إخواني أخواتي، ما تنساوش دعمونا شوية في القناة وتشاركوا معنا، هذا غيكون دافع لنا باش نزيدوا نعطيو أكثر. شكرا لكم وإلى مناسبة أخرى. أبشركم مبروك وعيدكم مبارك سعيد. مبارك سعيد سيدي، الله ينور، الله يبارك لك في عمرك وفي الرزق ديالك وفي الذريه ديالك وفي العمل ديالك. وسيدي عيد مبارك سعيد ان شاء الله. السلام عليكم سي تقبل الله، تقبل الله سي عيدكم مبارك سعيد، عيد الصحة والهنا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعامونا وأنتم بخير. أسدي أشيد الله نسمع بك الله يكرمك أسدي كذا يكرمك خير. مبارك سعيد بالصحة والهنا، وربي يجعل الصحة لجميع المسلمين. اش عندك الصوت؟ نهار